مبروك الفوز نادي الزمالك، بس مش مبروك اسوريو، لان الفوز جه عن طريق جودة زيزو وجودة حسام عبد المجيد في الكرات الثابتة بس. لكن عماد النحاس لو كان جريء شوية، أول ما بدأ يهاجم عمل خطورة غير طبيعية وكور في العارضة وكور من على خط الجون. يا جماعة أنا شايف إن الراجل ده يعني حتى بيبقى قاعد على الخط أسوريو، تحس إن هو من أول دقيقة أنت قاعد على رجلك وعلى ركبك على الأرض ومتوتر يا عم أنت أساسا مركز اللي فيه الزمالك شوف عامل إزاي يعني الموضوع. ومباراة يعني مع مركز قبل الأخير في الدوري. التوتر ده أنت بتنقله للعيبة لما يلاقيك قاعد كده من أول دقيقة ليه؟ يعني مش فاهم، أنت مش عارف أنت بتدرب مين. عامة مبروك الفوز لجماهير الزمالك، لكن أسوريو يا جماعة أنا عندي لسه تحفظات كبيرة. يعني هو شلنا رؤى من الاثنين الديفندرات وحط لنا مين؟ فتوح. اللي هو ازاي بقى انت بقى مش عارف الراجل ده؟ المفروض الطقم المصري يحكي معاه يا جدعان.